معاك شكاره زياده التسميق بتديك قدر كبير بس بتديك نسبه شوايب، كل دي برضه بتاخد من ايه؟ من نصيبك. فانت تقلل من التكاليف. يعني تقلل من التكاليف، معدل التسميد تلتزم بيه. شوف شكاره الكيماوي كام دلوقتي نطرات او يورو. طب ايه اللي تقلل التكاليف برضه؟ لو افرض فيه دوده معلش يعني ملهاش لازمه او واحده او اثنين او ثلاثه، خش ليه؟ هو ده السيركوسبورا ده قول لي ليه؟ ما فيش تراجع عن السيركوسبورا دي. لو بقعه ترش، لكن انت لقيت دوده ما ترش. لا يعني المفروض دي ذبابه البنجر دي المفروض الحد الحرج بتاعها 40% اوراق مصابه. يعني انت مثلا معناها ان انت تلم 100 ورقه بالنظر يعني 100، لو لقيت 40 مصاب تبدا ترش، يعني نسبه حلوه. تاخد بالك؟ كل دي انت بتسمع من هنا طالع يعني يرش على الاصابه يا دكتور، يرش على الاصابه كل ده يا دكتور، يرش على الاصابه كل ده ايه تكاليف. عايز نخفف التكاليف. طب ما انا انت بتستسهل طول السنه، بالذات كمان المصنع بيدي حاجات بالاجل ومش لا ما كنت منه في ناس في ايوه احنا خدنا كل عدد واحده بس. ما انا عارف في بالاجل، ما هو بالاجل. لا يا باشمهندس حته دي منتهى الخطوره. لا ماشي. انا عاوز بس يعني مصدر الاصابه اهو. دي اصابه ايه يا استاذ مصطفى؟ تبقع الاوراق الايه؟ السيركوسبوري. خلي بالك من الكلمه الاخيره. الايه؟ تبقع الاوراق السيركوسبوري. السيركوسبوري اخطر مرض للبنجر. طب علاجه يا دكتور بقى؟ امال احنا بنغني فيه؟ لا علاج اصل ما كناش بنعمل فيديو. هو ده فيديو ولا ايوه فيديو علاج. طلعنا زي الراجل اللي هو بيقول لك هننتجه بس مش حرامات مش حرام. طب يا زينب حرام. لا 3-4 كبريت ميكرون. طب ده علاج ليه يا دكتور؟ ده تبقع الاوراق السيركوسبوري، ده اخطر مرض في البنجر. ايوه تمام. تبقع الاوراق السيركوسبوري. بعد كده لو ظهرت اي اصابه بقى بقعه تدخل بالمبيدات اللي هي العلاجيه والجهازيه. تمام. عندك توبسل M70، عندك مونتورو، عندك ايميننت، عندك حد ادنى 30 مبيد موصى به. تمام. رشيت اول مره بمبيد، رش ثاني مره بمبيد ثاني عشان تكسر الريزيستنت عمليه المقاومه. طب تمام. بس وكل سنه وانت طيب. طب بالنسبه يا دكتور لو سمحت يعني ايوه المزارع يعرف ازاي ان هو هيشيل بقى البنجر يعني لا ما هو البنجر محصول غير اي محصول ثاني. تمام. يعني السيستم والنظام فيه على اعلى مستوى. ليه؟ تمام. اللي في حاجه اسمها شركات السكر، مصانع السكر. المزارع ما بيزرعش من نفسه. تمام. بيتعاقد الاول مع الشركه او مصنع السكر. وبعدين بياخد التقاوي، وبعدين بياخد المفروض تعالى يا باشمهندس، المفروض المصنع بيتابع معاه طول السنه. طب تمام. وبعدين الشركات السكر دلوقتي بقى معلش يعني ما شاء الله الاستاف بتاعها بقى دلوقتي متنوع. يعني عندهم امراض وعندهم حشرات وعندهم حشائش ومبيدات، عندهم كل تخصصات. انا قصدي اصل ممكن المزارع في معاه المعلومه دلوقتي. يعني هو من 180 يوم ما يقلش عن 180 وما يزيدش عن 100. يعني يحسب من الزراعه لغايه بتاع 180 يوم. زرعت بنجر قبل كده؟ لا احنا عاوزين معلومات للمزارع العادي البسيط. لا معلومات للمزارع في ميعاد معين للزراعه، في عروه اولى وثانيه وثالثه. تمام. حسب ما تخلى الارض بتاعتك. وبعدين العروه الاولى لها علاوه تبكير غير الثانيه والثالثه. في ميعاد زراعه معين بيتفق مع في بون في ملف فايل للمزارع في الشركه. انا قصدي حضرتك ان في مثلا حضرتك اهو ميعاد زراعه معين وميعاد حصاد. تمام. طب ما هو الراجل اهو تبع الشركه وملتزم وجاي في يوم الحصاد اهو مع المزارع. تمام. يعني البنجر غير اي محصول له ظهر. تمام. ايه ظهره؟ شركات السكر ومصانع السكر. تمام. يعني المزارع ما بيخلعش البنجر ساعتها. يعني الرز يعني مثلا لما تيجي تحصد الرز او الغله او كذا وكذا، بتاخدها انت تبيعها في السوق الحر. براحتك. انت ده ممكن تبيع البنجر في السوق الحر؟ لا طبعا. المصنع اللي انت تعاقدت عليه او الشركه اللي انت تعاقدت عليها بتورد لها الايه؟ البنجر، وتستنى بقى شيشكيت بقى كنسبة سكر. على رأيه ما هو في ناس بتاخده للمزارع دلوقتي الشريعة. يعني المزارع يا دكتور ما يخلعش البنجر الا لما مندوب الشركه يجي له يقول له خلى. اتحسن. انا اسف ده في